الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. صباحكم ورد وفل وياسمين، صباحكم زي العسل. بعد كده بقى ايه؟ نعمل بسبوسه طريقه حلوه ان شاء الله تعجبكم. طريقه سهله خالص، متاخدش اي وقت خالص. تمام كده. بسم بقى بسم الله. هنا معايا نص سميد بسبوسه، نص كيلو اهو سميد بسبوسه اللي هو الناعم. بس انا عايزه بصوره لكم اللي هو الناعم خالص. ماشي. ننزل بقى عليه بباكت فانيليا، ننزل عليه بذره ملح صغيره، حبه ملح كده صغيرين زي ما نحطهم للكيكه كده. ماشي. دي المواد الجافه بتاعتنا. وهننزل عليهم بنص معلقه بيكنج باودر اهو، نص معلقه بيكنج باودر صغيره. ماشي. نقلب بقى المكونات كلها بقى كده، الملح مع الفانيليا مع البيكنج باودر. نشكل بقى على جنب كده. معايا هنا كوبايه الا ربع لبن، ومعايا كوبايه الا ربع سكر، كوبايه الا ربع سمنه. طبعا ايه اي نوع سمنه انت حابه تحطيه، بس الاحسن يعني انت تحطي سمنه بلدي. ما عندكيش سمنه بلدي حطي سمنه اللي هي الصناعه عادي، بس الاحسن يعني زي ما قلت لك اللي هي البلدي. ماشي. حطهم بقى على النار، السكر بس يدوب والسمنه تفك. مش عايزاها يسخن يعني يغلي ولا يسخن جامد ولا حاجه، يدوب بس يدفى كده زي دم العين، السكر يدوب والسمنه بس تسيح كده، وبعدين نرجع تاني نشوف هنعمل ايه مع بعض. بس كده بقى ايه، حطيتهم على البوتاجاز نقلبهم بس كده عشان السكر بتاعنا ايه زي ما قلت لكم يدوب والسمنه. في الوقت ده انا مولعه الفرن يسخن على درجه حراره 200. بس كده السمنه بتاعتنا والسكر كده داب وخلاص. يدوب زي ما بقول لك كده ايه تدفيه بس. الطريقه دي حلوه. بتجيب سميد البسبوسه ناعم من عند العطار، من عند اي عطار، بتقول عايزه نص سميد او كيلو سميد بسبوسه ناعم، مبقاش عليه اي حاجه. انت بتحطوه، ما تجيبيش الاكياس، الاحسن انت تجيبي السايب. طفي بقى البوتاجاز. الاحسن ان انت تجيبي السايب وتحطي عليه انت البيكنج باودر وتحطي عليه الفانيليا. لو عندك في الوقت ده عسل جلوكوز حطي معلقه عسل جلوكوز على الخليط، ما عندكيش خلاص مفيش مشكله، احنا كده كده حاطين السكر. تعالى بقى ننزل على الخليط بتاعنا دوت. هنا بقى الخليط بتاعنا، ننزل بقى كده ايه بس هو الخليط مظبوط على النص سميد. فالكوبايه من كل حاجه، كوبايه الا ربع لبن، كوبايه الا ربع سكر، كوبايه الا ربع سكر، يبقى الخليط مظبوط على نص كيلو. تقلب بقى كده، متقلبيش كتير ومتعجنيش. بصي هي بتتقلب يدوب بس كده ايه الخليط كله يدوب مع بعضه كده او يتجانس مع بعضه كده وخلاص. عشان لو قلبتي في البسبوسه بتاعتك، لو قلبتي كتير هتنشف معاكي. بصوا اهي معايا هنا بقى الصينيه دهنها سمنه اهي. اهم حاجه تدهنيها معلقه سمنه كده حلوه في الخليط بتاعي. بصوا اهو، بصوا القوام بتاعه لا يبقى طري قوي ولا ناشف قوي. زي ما قلت لكم يعني المكونات اللي انا قلت لكم عليها دي مظبوطه على نص كيلو سميد. طبعا لو حباها انا بحبها تبقى رفيعه، يعني القطع كده تبقى رفيعه، ما تبقاش تخينه قوي. هحطها في الصينيه اللي هم 3 صواني اللي هي الكبيره فيهم، يعني هم 3 صواني على بعض تحت فوق من بعض كده، دي الكبيره بتاعتهم. ماشي. سيبوها بقى كده. بصوا بقى كده ايه، بنمسكها كده ايه. بصوا بقى انا هبدها هبدتين كده عشان الصوت وهرجع لكم تاني. بصوا لازم تهبدها كده. انا بصوا انا مسكتها على الارض وهبدتها كده هبدتين كده. بصوا تسيبها تعملها كده على الارض كده هبدتين كده، بس مش على البلاط يعني في حاجه كده المشايه او اي حاجه تحتها او فوطه مطبخ ولا حاجه اهي عشان تسويها، عشان يبقى شكلها ايه مسوي خالص كده. بصوا اي نوع بقى مكسرات يعني ممكن تدخلها الفرن على كده عادي مفيش اي مشكله. مش عايز تحط لها اي حاجه مفيش مشكله. عندك بقى اي نوع مكسرات وعايز تحطي على وشها، عشان عندي فول سوداني فهحط لها فول سوداني كده. فاللي انت حباه حطي معاه يعني اي حاجه موجوده عندي، يعني ايه فول سوداني فهحط لها فول سوداني. لو ما عندكيش مكسرات او ما عندكيش فول سوداني ولا عندك حاجه حطها في الفرن كده بتطلع معاكي زي العسل برضه. شوفوا بقى صينيتنا جاهزه، احلى صينيه بسبوسه اهي.
تحفه. ندخلها بقى الفرن. اول ما بنسخن الفرن حلو على درجه حراره 200 او 180 بنوطي الفرن خالص. انا بحب اسويها على نار هاديه خالص، زيها زي الكيكه كده او اعلى من الكيكه شويه. ماشي، انت حابه تسويها على النار عاليه شويه عن كده مفيش مشكله، بس انا النار عندي بتاعه البوتاجاز النار بتاعته عاليه قوي فبوطي النار شويه. ماشي، يعني بعملها على 150 او 160. تمام كده. هدخلها بقى الفرن ونرجع مع بعض تاني لما تطلع من الفرن. بصوا بقى ايه، تعالى كده نعمل الشربات لما هي تطلع من الفرن. طبعا البسبوسه بيبقى الشربات سخن وهي بتبقى برده طالعه من الفرن سخنه لسه. تمام كده. فلما بدخلها الفرن بعمل الشربات على ما الفرن لما الشربات بيستوي تكون هي استوت. ننزل بقى بكوبايتين سكر. كوبايتين. ماشي، مش كوبايتين سكر وكوبايه ونص ميه. ماشي، نزلت بكوبايه ميه وادي نص كوبايه الميه التانيه، يبقى نص كوبايه ونص ميه على كوبايتين سكر. حابه الشربات بتاعك يبقى مش معسل قوي عن كده، احط كوبايتين ميه على كوبايتين سكر. وانزل بنص ليمونه، بعصر بنص ليمونه. هنضيف اضافه جميله قوي قوي للشربات بس لما يغلي. لما الشربات بتاعنا يغلي قبل ما نطفي عليه هقول لكم هنضيف حاجه جميله قوي قوي بتخلي معاكي البسبوسه لونها تحفه وطعمها تحفه. هنولع الشربات بتاعنا بقى اول ما يغلي، نرجع بقى مع بعض تاني. بصوا الشربات بتاعي بيغلي، اول ما يغلي تحسبي له 5 دقايق بالظبط وبعدين تطفي عليه كده. هو عدى 5 دقايق. ماشي، حط كده عليه معلقه سمنه. معلقه السمنه دي بقى بصوا بتودي البسبوسه بتاعتك كده في حته تانية خالص. اللي هيدوقها من ايدك هيقولك ايه عاملاها فين او شارياها منين. تمام كده، مش هيصدق اللي انت اللي عاملاه. معلقه السمنه البلدي دي بتدي طعم حلو قوي للبسبوسه وبتديها لمعه كده وبتديها طعم حلو قوي. بص انا مش بحط على الشربات هنا فانيليا لان انا حاطه في السميد بتاع البسبوسه حاطه له فانيليا، فمش هحط في الشربات فانيليا. بحط معلقه السمنه دي واول ما بتسيح كده مع الشربات بطفي. بس كده كده الشربات بتاعي جميل زي ما قلت لك. بتعدي 5 دقايق بس وبعد كده بتطفي عليه. اول ما يغلي لمده 5 دقايق بتطفي عليه. خلاص بقى الشربات بتاعنا جاهز والبسبوسه بتاعتنا قربت تطلع من الفرن. اول ما تطلع هوريها لكم. سنه البسبوسه بتاعتنا تبقى لسه طالعه من الفرن سخنه. بصوا اهم حاجه تبقى طالعه سخنه كده. تمام، لازم الشربات يبقى سخن والبسبوسه بتاعتك سخنه. تعرفي ازاي بقى اللي البسبوسه بتاعتك طالعه مظبوطه وحلوه؟ لما تحطي لها الشربات كده تشرب معاكي. بقى كده لما تهدى خالص البسبوسه بتاعتنا كده تشرب الشربات بتاعها. بصوا كل ما تحطي لها شربات تشرب معاكي كده وتبقى حلوه. تعرفي كده ايه البسبوسه بتاعتك طالعه مظبوطه وطالعه كويسه. سيبها لما تهدى خالص وبعدين نقطعها. لو قطعتها وهي سخنه كده هتتفتفت معاكي هتبقى مكسره كده ومش هتطلع معاكي خرط كده ولا اي حاجه. فنسيبها لما تهدى خالص وبعدين نقطعها مع بعض. بصوا كده الصينيه بتاعتنا بردت خالص. البسبوسه الجميله تحفه جميله، طعمها اجمل طبعا. بصوا تحفه تحفه تحفه. جربوها، الطريقه دي سهله خالص وجميله قوي وطعمها بيبقى حلو. طبعا بتقطعها بقى حسب ما انت عايزه. تمام كده. تحفه. بس انا بحبها كده متبقاش تخينه قوي. بصوا اهي، مبحبهاش اتخن من كده، بحبها تبقى كده. بصوا تحفه. بصوا جربوها، الطريقه حلوه قوي ان شاء الله تعجبكم لو جربتوها. طعمها حلو وجميله وشربتها كده مش مسكر قوي ولا حاجه، بس واخده لون حلو قوي وطعمها تحفه.
تحفه وجميله قوي، جربوها ان شاء الله تعجبكم. بتطلع بقى متماسكه كده زي العسل. بس عايزه اقول لكم تحفه وطعمها حلو قوي اهيت. جربوها ان شاء الله تعجبكم. حطوا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يا احلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا، بحبكم كتير كتير. ربنا يخليكم ليا وميحرمنيش منكم ابدا من تعليقاتكم الجميله. حطوا لايك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.